السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وصحه وبسلامه. معاكم دكتور محمود المشتولي، والنهارده ان شاء الله هنشرح ليسون رقم 4 يونت 4 في الكيمستري. بص يا معلم، قبل ما نبدا عايز اقول لك الاول بس كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان. ان شاء الله يكون شهر كده بالنسبه لك سعيد ومبسوط بيه ان شاء الله يعني، وان شاء الله تعمل كل ما هو خير في الشهر ده. المهم قبل ما نبدا عايزين قبل ما نبدا تجيب كوبايه النسكافيه بتاعتك وتجي لي يا معلم. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. احسن حاجه نبدا بيها بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا معلم، خلينا متفقين اتفاق جميل. ايه الاتفاق ده؟ اي ماده جواها طاقه، اي ماده جواها طاقه. طب الطاقه دي اسمها ايه؟ اسمها هيت كونتنت. الماده جواها طاقه اسمها هيت كونتنت. طب لو عندي مادتين مختلفتين، ده ماده دي ماده تانية اصلا، يبقى دي ليها طاقه ودي ليها طاقه، ماده دي ليها طاقه تانية اصلا. فيها اي مشكله يا باشواتنا؟ ان شاء الله لا. طب خلاص ماشي. طب لو انا عندي ماده شكلها اتغير او هي اتغيرت، يبقى الطاقه بتاعتها اتغيرت. اي ماده شكلها اتغير او طاقتها او هي نفسها اتغيرت، يبقى الطاقه بتاعتها اتغيرت. فيها اي مشكله يا باشواتنا؟ قال لك لا. فاتكلمنا الفيديو اللي فات عن حاجه اسمها الفيزيكال تشينج والكيميكال تشينج، وقلنا ان اي ماده بتتغير ليها حاجتين للتغيير، يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. فيزيكال يعني انا بغير شكل الحاجه. جبنا مشتولي وقطعنا راسه، شكل مشتولي اتغير، ده اسمه فيزيكال تشينج. وده شرحناه الفيديو اللي فات الحمد لله. ولو ما اتفرجتش عليه خش اتفرج عليه، مش هتخسر حاجه. فيديو صغير وجميل ولذيذ. فيها مشكله؟ لا. طب النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على حاجه اسمها كيميكال تشينج. غيرناه خالص، هنغير الماده خالص. يعني ايه؟ مثلا لو جبنا واحده اسمها ندى وولعنا فيها، هتتحول لايه؟ هتتحول لشويه غازات سوداء وايه وشويه بخار ماء كده او ووتر فيبر، صح؟ يعني ايه؟ يعني اتغيرت من ماده لماده كان اسمها ندى بقت اسمها شويه بخار اسود كده طالع، ندى المحروقه. في اي مشكله بشواتنا؟ اتمنى ان شاء الله ما يكونش في اي مشاكل. فهي دي اسمها كيميكال تشينج. انا غيرت الماده، اصلا الماده اتغيرت، يعني اسمها كيميكال تشينج. والله انا بوظ لك عربيتك. يبقى اسمها كيميكال تشينج. فاهم مشكله بشواتنا؟ قال لك لا. يعني ايه كيميكال تشينج؟ يعني التغيير في الماده بتاعتي اتغيرت خالص. يبقى هنا كده يا معلم الكيميكال تشينج عندي في منها نوعين. لو حرقنا حاجه يبقى كومبشن يعني احتراق. حرقت الحاجه كومبشن، احتراق، حرقت الماده. طالما انت حرقت الماده يا معلم يبقى الماده اتغيرت، يبقى الطاقه بتاعت الماده اتغيرت، يبقى في حاجه اسمها دلتا اتش سي، change in the heat of combustion. التغيير في حرارة الاحتراق. أنا كنت مادة اتحرقت، اتحولت البخار ده طاقة تانية أصلا، تمام؟ فالتغيير في الحرارة ده اللي حصل ده اسمه دلتا اتش سي. فيها يعني مشكلة؟ إن شاء الله لا. يا إما حاجة تانية اسمها فورميشن. لو أنا عايز أكون مادة جديدة بقى يا معلم، عايز أكون مادة جديدة، هتكون ماده جديده. هتجيب مثلا اليمنت اسمه هيدروجين واليمنت اسمه اكسجين، تحطهم على بعض يدينا حاجه اسمها ووتر. الووتر ديت ماده جديده غير الهيدروجين والاكسجين، صح؟ فده معناه ان في حصل تغيير في الدلتا اتش، او حصل تغيير في الطاقه بتاعت الماده بتاعتنا. كانت هيدروجين بقت ووتر، ماده جديده اصلا. فيها مشكله؟ فده معناه ان انا عندي دلتا اتش اف. نمسكهم واحده واحده. بص يا معلم، نمسك الكومبشن الاول. الكومبشن يعني احتراق. يعني ايه احتراق؟ احنا اتفقنا خلاص هنحرق ندى، صح؟ يعني ايه احرق ندى؟ يعني احط عليها اكسجين. فيها مشكله؟ يديلك ايه بقى يا باشا؟ قال لك هيديلك حاجتين ثابتين وما بيتغيروش. يديلك CO2 ومعاهم H2O يا معلم. يبقى انت لو حرقت الحاجه عندنا في المنهج اولى ثانوي، لما تيجي تحرق حاجه الحاجه دي بتطلع لي، بحط عليها اكسجين. احرقها يعني احط عليها اكسجين، هتطلع لي حاجتين. ايه هما؟ السي او 2 وتطلع لي الاتش 2 او. السي او 2 جاز كربون دايوكسيد جاز، واتش 2 او يعني ووتر فيبر. خلاص ماشي، انا ما عنديش اي مشكله. ايوه يا مستر انت عايز ايه بقى؟ ما هو الدرس بتاعنا بيتكلم عن ان انت تحسب الدلتا اتش دي. طب اسال سؤال، هو انت لما بتحرق الحاجه مش هي بتطلع نار؟
يعني ماشي بتطلع نار، يعني بتطلع حراره، هيت. تمام. طب اسالك سؤال، النار اللي طالعه دي مش ممكن تنور الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ اه ممكن تنورها عادي. يعني اي معادله كومبشن بتطلع حاجتين مع البرودكت اللي طالع، بتطلع هيت وبتطلع لايت. مش لازم هيت ولايت مع بعض، عادي ممكن تطلع هيت بس. بجد والله ممكن تطلع. ازاي النار هتطلع من غير ضوء؟ لا ما هي مش نار، انا قلت لك بحرق اي ماده. يعني انت عارف لما بتحرق لما بتيجي تاكل بتحرق الاكل صح؟ تحرق حاجه اسمها الجلوكوز في جسمك. انت جسمك بعد ما بتحرق الجلوكوز ده في جسمك ايه اللي بيحصل؟ بيطلع CO2 وبيطلع H2O في جسمك، وبيطلع حراره بعد ما تاكل. بعد ما بتاكل جسمك بيسخن. فاهم اقصد ايه؟ حد عنده اعتراض؟ معلومه مالهاش اي لازمه بس انا حبيت اقولها لك يعني. المهم، كومبشن يعني احتراق. احتراق يعني جيب اي شخص ايا كان ايه هو، حط عليه اكسجين يدينا CO2 يدينا H2O. طب السؤال بيجي لي ايه بقى يا معلم؟ بيقول لك احسب لي الدلتا اتش. طب ثانيه واحده، انا واخد قانون دلتا اتش في تاني فيديو غالبا او ثالث فيديو، لا ثالث فيديو انا اسف، في ثالث فيديو. ايه القانون؟ يقول لك ان الدلتا اتش بتاعت الحاجه بتاعتنا بتساوي نيجاتيف كيو على ان. القانون ده خدناه في تاني فيديو وخدناه في ثالث فيديو قصدي، ورابع فيديو. والنهارده برضه الدلتا اتش بتاعت اي حاجه بتاعت الكومبشن نيجاتيف كيو على ان. ايه الكيو دي؟ كميه الحراره اللي خارجه من الحاجه اللي اتحرقت. او يعني مثلا هنجيب ورقه واولع فيها واخلي الميه مثلا احط ميه ولا حاجه اسخنها. الحراره اللي داخله الميه دي هي الكيو اللي انا هحسبها عادي. انا لو جبت ورقه ولعت فيها، النار طلعت سخنت الميه، فالكيو دي كميه الحراره اللي دخلت الميه او اللي خرجت من الورقه. فيها مشكله على الان دي النمبر اوف المول بتاعت ايه؟ النمبر اوف المول يعني كميه. النمبر اوف المول بتاعت الورقه اللي انا ولعتها. فيها مشكله يا باشاتنا؟ هنفهمها واحده واحده، بس خلينا بس نمشي ايه مع بعض كده الدنيا واحده واحده. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بيجي يسالك سؤال يقول لك رايت thermochemical equation of combustion of مش عارف ايه. يعني احرق لي، اكتب لي معادله الاحتراق بتاعه الماده الفلانيه. خلاص يعني انا مضطر اكتب معادله، يعني هكتب معادله ونعمل بالانس ونوزن وبص وايه وحبه حاجات حلوين كده. تعال اديك امثله واعتبر الامثله دي عليك حفظ. بص يا معلم، عندي حاجه اسمها الناتشورال جاز. الناتشورال جاز يعني ايه؟ يعني الغاز الطبيعي. الاسم العلمي بتاعه اسمه ميثين. اسمه ايه يا باشا؟ ميثين او ميثان، ايا كان نطقها مش تفرق معايا في حاجه. فل. هو ايه الميثين دوت؟ قال لك ده حاجه اسمها CH4. يعني ايه CH4؟ ميثين، حاجه فيها كربون وهيدروجين. بص يا مدير، كلمه مس يعني كربون واحده، مس يعني كربون واحده. ان ده اسم عيله. ان يعني اسم عيله، زي اسم مثلا مشتولي. ده اسم عيله. في واحد اسمه محمود المشتولي، في واحد اسمه محمد المشتولي، احمد المشتولي. مش هتفرق معايا في حاجه. فيها مشكله؟ فإن ده اسم عيله. مس يعني رقم واحد، كربون واحده. فيها مشكله يا باشا؟ ماشي. طب احرق لي الميثين ده او الغاز الطبيعي ده. قال لك CH4. CH4 ده يا معلم حط عليها اكسجين يطلع لك حاجتين. ايه هما؟ برافو عليك، CO2 ومعاها H2O. فيها مشكله يا باشاتنا؟ لا. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عندي لازم اوزن بقى، لازم اتعلم ازاي اوزن. الكربون عندي كام واحده منها؟ واحده. هنا في كام واحده يا باشا؟ واحده. فيها مشكله؟ قال لك لا ان شاء الله ما فيش اي مشاكل. خلاص فل يا مدير. CO2 بلس H2O. عندي كام واحده منها؟ واحده. هناك في واحده، اغير حاجه سيبها زي ما هي. طب عندي كام هيدروجين؟ 4. عندي كام هيدروجين؟ 2. فيها اضرب في كام؟ تبقى 4. اضرب الاثنين دي في كام؟ تبقى 4. اضرب في 2. طب الاكسجين اخر حاجه ببص عليها في البالانس. كام اكسجين؟ 2. كام اكسجين قبل السهم؟ 2. بعد السهم في كام اكسجين؟ ادي 2 اهم، وفي كمان 2 هنا. يعني 2 زائد 2 ب4. اضرب هنا في كام؟ تدينا 4. برافو عليك، اضرب في 2. تمام. في واحد نصح خد باله من حاجه، قال لي يا مستر عدد الكربون هو عدد CO2. هنا 1. الكربون هنا ب1، عدد CO2 ب1. عدد الهيدروجين ضعف عدد H2O. صح؟ ضعف عددها.
فيها مشكله يا باشواتنا؟ حد واقع من حاجه؟ هنا 4 هنا 2. طب الاكسجين لا بقى يا باشا بنغير فيها زي ما احنا عايزين. فل. طب صلى على النبي. اديني مثال تاني. واحد قال لي يا مستر احنا ما عندناش في البيت غاز طبيعي، احنا عندنا لسه انبوبه البوتاجاز بتاعت زمان. قلت له خلاص يا حبيبي تعال نحرق انبوبه الغاز، اي غاز في انبوبه البوتاجاز. انبوبه البوتاجاز اسمها بيوتاجاز، جواها نوعين من الغازات، الاثنين دول تعرف حفظ بالله عليك. غاز اسمه بروبان، ان احنا اتفقنا ان يعني عيله، ان ده اسم عيله. بروبان اند حاجه اسمها بيوتان، دي اسم عيله. طب ايه هو البروبان وايه هو البيوتان؟ بص يا معلم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بروب يعني كربون 3 يعني سي 3 في 3 كربون. طب بيوت يعني 4. طب هنا كانت واحده مس يعني واحد، بروب يعني 3، بيوت يعني 4. فيها مشكله؟ لا خلاص ماشي. سي 3 اتش كام بقى؟ طب وهنا سي 4 اتش كام؟ تعالى اعلمك ازاي تحسبها بلعبه بسيطه وهبله. شايف الثلاثه بتاعت الكربون دي؟ بضربها في 2 وبزود عليها 2. اضربها في 2 وازود عليها 2. 3 في 2 ب6، زود عليهم 2، 6 زائد 2 ب8. سي 4 اتش كام؟ قال لك ثانيه واحده، انت قلت لي الفكره 4 في 2 ب8، زود عليهم 2 يعني كده 10. فل يا خل؟ اتمنى ان شاء الله يكون فل يعني. طب تعالى تحب تحرق؟ تعالى نحرق. نسيت اقول لك، البيوتاجاز بيقولوا عليه ساعات ستوف جاز، الاتنين واحد. خلاص ماشي احرق. تحب تحرق ايه؟ سي 3 اتش 8. عايز احرق احط عليه اكسجين. جدع يا ولا. يدي لك ايه؟ يدي لك حاجتين. ايه هما الحاجتين يا معلم؟ CO2 ومعاهم H2O. هو انا ليه بعمل لك كده؟ عشان اعلمك ازاي توزن، واعلمك توزن صح وتكتب الحاجه صح. عندك كم كربون يا باشا؟ احنا اتفقنا عدد السي او 2 هو عدد الكربون. يعني عندي كم كربون؟ 3، يبقى اضرب هنا في 3. الهيدروجين دي ضعف عدد الميه. الميه الهيدروجين ب8، يبقى الميه ب4. الاكسجين تعال نحسبها بقى. عندي كم اكسجين يا خال؟ ادي 2. قبل السهم في 2، طب بعد السهم في كام؟ 3 في 2 ب6، زود عليهم 4 ب10. كام في 2 يدينا 10؟ كام في 2 يدينا 10؟ ثانية واحدة. كام في 2 يدينا 10؟ 5 في 2 يدينا 10. أو تعمل حركة نكسة، يعني حركة حلوة يعني. تمام؟ إيه الحركة الحلوة دي؟ بص يا معلم، 3 في 2 احنا قلنا 10 صح؟ قلنا خلاص 10. هنا انت عايز بقى تخلي دي 10، عايز تخلي الاوتو دي 10 صح؟ هتقسم على الاثنين. اول حاجه هتقسمها على الاثنين. الرقم ده شيل يعني اعتبر 5 مش موجوده. تمام؟ هتقسم على الاثنين يبقى 10 على الاثنين. ليه بقى 10 على الاثنين؟ تعالى افهمك. شايف ال2 دي؟ اكني هطير ال2 مع ال2، هيبقى لك 10. يبقى اي رقم انت عايز تحطه للاكسجين حطه واقسم على 2. حط الرقم واقسم على 2. حط الرقم واقسم على 2. حط الرقم واقسم على 2. يعني انت مثلا في بعد السهم 10، يبقى هنا حط 10 على 2. طب هنا في 18، 18 على 2. هنا في 17 على 2. فيها مشكله؟ لو انت بتتلخبط، لو ما بتتلخبطش عادي يعني. حاجه صعبه بشاتنا؟ لا الحته دي خلصت خلاص ماشي. طب معلش، واحد قال لي اديني مثال تاني عشان انا مش عارف احل. هدي لك مثالين والله. البيوتان سي 4 اتش كام؟ 2 في 4 ب8، زود عليهم 2 ب10، حط عليهم اكسجين يدي لك جدع CO2 بلس H2O. في مثال تاني، ايه رايك نحرق الجلوكوز اللي بيخش جسمك لما بتيجي تاكل سكريات؟ الجلوكوز رمزه C6 H12O6. ايه الحلاوه دي؟ بلس الO2 يدي لك والله نفس النواتج، CO2 بلس H2O. باشا يلا نوصل. عندك كم كربون؟ 4. انا قلت لك عدد CO2 هو عدد الكربون 4، يبقى هنا ب4. طب كم هيدروجين؟
10. الميه نص الهيدروجين يبقى 10 على 2 ب5. طب الاكسجين عد كام واحده؟ ادي 2. قبل السهم في 2 سيبك منهم. 4 في 2 ب8 زود عليهم 5. 5 زائد 8 ب13. لازم اخلي الاكسجين اللي قبل السهم ب13. اعمل ايه؟ عايزين نعمل حركه النكسه بتاعتنا اللي هي 13 على الاثنين. انت كده خلصت السؤال، وزنت السؤال صح ان شاء الله. يعني 13 على 2 السؤال خلص. في حاجه صعبه؟ طب انا ليه بعمل الحركه دي؟ ليه بقسم 13 على 2؟ عشان ما العبش في ده عايزينه يبقى كده محافظ على نفسه. حرام، ما ينفعش نلعب هنا. ده لازم يبقى 1. ليه لازم يبقى 1؟ هعرفك كمان شويه، عشان في الاسئله هيجبرك ان هو يبقى 1. فل لما يجي نحل. بالمناسبه احنا هنحل النهارده كتير، فعايز خلقك يبقى ستريتش معايا كده النهارده كتير حبتين. عايز خلقك يبقى ستريتش. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. حاجه صعبه؟ لا. طب هنا C6H12O6 زائد O2 بلس يدينا CO2 معاها H2O. بص بقى دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوزن صح. تمام. عندك كام هيدروجين؟ كام كربون؟ 6. كام كربون؟ 1. اضرب في هنا 6. الهيدروجين احنا اتفقنا الميه نصها يعني 6. حلو. فانا ممكن اسالك سؤال بقى سكسي. ايه هو السؤال؟ السؤال يجي يقول لك مثلا ايه؟ انا معايا جلوكوز ومعايا بيوتان ومعايا مش عارف هكسان ومعايا مش عارف ايه. يدي لك 7 رموز ولا 4 رموز ايا كان. يدي لك 4 رموز ويقول لك مين فيهم بيطلع لي similar number of المولز من ال CO2 وال H2O. يعني ايه؟ مين فيهم بيطلع لي نفس الرقم ده؟ ما هو ده النمبر اوف المول. والله ده النمبر اوف المول. فيها اي مشكله؟ لا. طب خلاص ماشي. عايزين بقى نوزن الايه الاكسجين. 6 اكسجين. انا اتفقت معاك يا ولدي هنا ثابته، والله ثابته 1. ما ينفعش العب هنا، حرام. الازهر محرمها. هنا 6 يبقى سيب ال6 زي ما هي بتوع الاكسجين دي بلس ده اللي هيتلعب فيه، فانا ما اعرفش ده هضربه في كام. ايكوال عندي كام اكسجين؟ 6 في 2 ب 12 وزود عليهم 6 18. 6 في 2 ب 12 زود عليهم 6 بتوع الميه ب 18. يبقى 6 زائد كام؟ يدينا 18. 6 زائد 12 يعني اضرب هنا في كام تبقى 12؟ انا مش عارف. يبقى 12 على 2 اللي هي ب6. صعبه؟ لا. بالله عليك بقى خلي بالك. مش انا بطلع نار بحرق يعني بطلع نار بطلع سخونيه. بتطلع حراره. يعني التفاعل بتاعي اكزو ولا اندو؟ اكزو. لازم الدلتا اتش سي بتاعتي تبقى بالنيجاتيف. بالله عليك الاتش سي دلتا اتش سي لازم تبقى بالنيجاتيف. ولو قال لك رايت ذا ثيرموكيميكال ايكويشن، لازم تكتب له الدلتا اتش. والله لازم كتبت له المعادله ووزنتها له هتنقص. ليه هتنقص بقى؟ عشان انت ما كتبتش الدلتا اتش. ده اهم حاجه. ما تنقصش في حاجات تافهه. سيبها للاسئله الصعبه. فيها مشكله؟ لا. طب تعالى يا معلم. لغايه دلوقتي في اي حاجه صعبه؟ يبقى الدلتا اتش سي اتفقنا لازم تبقى بالنيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني اكزوثيرميك. يعني ايه اكزوثيرميك؟ اكزو جايه من كلمه اكزيت يعني يخرج. صح؟ اكزيت يعني ايه؟ يعني بيخرج. يعني الرسمه بتاعتي هو انت لما بتنزل من اي عماره بتنزل لما بتخرج من اي عماره بتنزل ولا بتطلع؟ لما بخرج من عماره بنزل. خلاص. يعني انا الرياكتنت هنا اهو قعد يفقد في طاقه يفقد لغايه ما بقى برودكت. طلع الطاقه اللي جواه. انا مش عايزها. طب لو ممكن يجيبها لي ازاي في المعادله؟ ممكن يجيب لي مثلا انا ههبد C6H12O6 بلس الO2 بعيدا عن البالانس. بالله عليك بعيدا عن البالانس. انا مش بهتم بالبالانس دلوقتي. CO2 بلس H2O. بص بلس مثلا
50 جول. ايه بلس 50 جول دي؟ البرودكت طلع معاه 50 جول. الجول دي يونت من اليونتس بتاعت الانرجي، واحده من وحده الطاقه، فبيطلع طاقه، بيطلع 50 طاقه، بيطلع 50 جول، يعني 50 طاقه طلعت تطلعي بره، فده اكزوثيرميك. يبقى المعادله لو البوزيتيف 50 بعد السهم يبقى اكزوثيرميك، لو قبلها لو البوزيتيف 50 دي مثلا قبل السهم يبقى اندوثيرميك. يعني الدلتا اتش بتاعت المعادله دي هبدايه مني، ها الرقم ده هبدايه نفسه، بس هي السؤال الفكره واحده. الدلتا اتش سي مش انا قلت لك اكزو يعني خرج، يبقى نيجاتيف 50. طب انا ازاي هنا كاتبها في بوزيتيف 50؟ لا، البوزيتيف دي تبقى في المعادله، بلس 50 يعني دي في المعادله، بلس 50 في المعادله بعد السهم. فيها مشكله؟ لا ان شاء الله لا. تيجي نخش على الهيت اوف فورميشن. تعال نخش في الهيت اوف فورميشن. هنخش على الهيت اوف فورميشن، بعد كده هجمع لك دماغك، بعد كده نقعد نحل. فيها مشكله؟ ان شاء الله لا. صلى على النبي وعليه افضل الصلاه والسلام. باشا يعني ايه هيت اوف فورميشن؟ بيقول لك حراره التكوين. يعني انا بكون ماده، الماده اتكونت فطلع منها حراره او امتصت حراره، خلاص ماشي. طالما الماده اتكونت يعني حاجه زي السي او 2 مثلا، هي السي او 2 تتكون من ايه؟ متكونه من حاجه اسمها كربون، ومتكونه من حاجه اسمها اكسجين. ايه الحلاوه دي؟ عرفت ازاي؟ حرف السي وحرف الاو. متكونه من حاجه اسمها كربون، ومتكونه من حاجه اسمها اكسجين. الكربون رمزه سي، طب والاو رمزه، الاكسجين رمزه، ما تقوليش او، اوعى تقول لي او، حرام وعيب. ليه حرام وعيب؟ عشان هي اسمها O2 اوتو. فيها مشكله؟ حلو يبقى اسمها O2. فيها مشكله؟ يبقى اي اليمنت عشان تحسب له الهيت، او انا اسف، اي حاجه، اي كومباوند عشان تحسب لها الهيت اوف فورميشن بتاعتها لازم 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 تتكون من الاليمنت بتاعتها. ليه بقى لازم؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. مبدئيا السي او 2 دي هي متكونه من ايه؟ متكونه من الكربون ومتكونه من الاكسجين. دولت كانوا ليهم طاقه، ده بقى ليه طاقه ثانيه، ده حاجه جديده فكونت طاقه ثانيه. فده معناه ان هنا في دلتا اتش فورميشن، حراره التكوين بتاعه حراره التكوين بتاعه السي او 2 ده ليه دلتا اتش فورميشن. طب اسالك سؤال، السي او الكربون دي عندها دلتا اتش فورميشن؟ انت قلت لي دلتا اتش فورميشن الحراره اللي ناتجه عن التكوين. هو الكربون كان اصله ايه اصلا؟ يعني الكربون جاي منين؟ جاي منين؟ كان اصله ماده ايه؟ تعرف؟ تعرف؟ لو عرفت هكيشك فلوس. بس غالبا انا ما اعرفش، انا بهبد، بس غالبا هو انت مش هتعرف تجيب اصلا هو كان اصله ايه. حلو فانت ما تعرفش هو كان ايه اصلا، فانت ما تعرفش الماده ديت اللي قبليها اللي اتكونت منها ده كان ايه. فيها مشكله؟ لا. فعشان كده الكربون ملهوش دلتا اتش اوف فورميشن، يعني بزيرو، عشان انا ما اعرفش هو كان ايه قبلها. انا والله ما اعرف كان ايه قبلها. طب الاو 2 تعرف هي الاو 2 اتكونت ازاي؟ لا. فانت ملهاش دلتا اتش اوف فورميشن، بزيرو. بس انت هتقول لي يا مستر انت قلت لي ان اي ماده ليها طاقه. هقول لك هو الكربون نفسه ليه طاقه، الكربون نفسه ليه طاقه، انا ما عنديش مشكله، هو ليه طاقه، بس هو كان اصله ايه وبقى كربون؟ تعرف تحسب لي الفرق ما بين كان اصله ايه وديت؟ لا. فاسمها دلتا اتش بزيرو، دلتا اتش اف بزيرو. طب انا عايز احسب الدلتا اتش بتاعت المعادله. قال لك عايز تحسب الدلتا اتش بتاعت المعادله، هتجيب الاتش اف برودكت فورميشن، الهيت اوف فورميشن بتاعت البرودكت ماينس الهيت اوف فورميشن بتاعت الرياكتنت. ازاي بقى احسبها من هنا؟ الدلتا اتش اف بتاعت السي او 2 ماينس الدلتا اتش اف بتاعت السي وبتاعت الاو 2. بص يا معلم، الدلتا اتش بتاعت المعادله ايكوال اتش فورميشن بتاعت السي او 2 ماينس افتح براكت الدلتا اتش فورميشن بتاعت السي بلس الدلتا اتش فورميشن بتاعت الاو 2. هل الاكسجين ليه دلتا اتش فورميشن؟ لا، الحاجات دي مالهاش دلتا اتش فورميشن.
فطالما ما لهمش يا باشا فالقيمه دي كلها بزيرو. خلاص ماشي. فده معناه ان الدلتا اتش بتاعت المعادله هي الدلتا اتش فورميشن بتاعت السي او 2. الدلتا اتش فورميشن بتاعت السي او 2. حد واقع مني في حاجه؟ بالله عليكم حد واقع مني في حاجه؟ حلو. لو جه قال لي مين في المعادلات اللي عندك دي، وهيدي لك 4 معادلات، الدلتا اتش بتاعتها بتساوي الدلتا اتش اوف فورميشن بتاعت الحاجه اللي طالعه، يبقى انا بروح ادور له على معادله. المعادله دي لازم الحاجه اللي اتكونت في البرودكت لازم 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 تكون متكونه من الاليمنت بتاعتها الاساسيه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا لو جيت قلت لك سي او بلس او 2 هيدي لك سي او 2. نسالك سؤال حلو، هل الدلتا اتش بتاعت المعادله تساوي الدلتا اتش فورميشن بتاعت السي او 2؟ قال لك ثانيه واحده، روح شوف السي او 2 ده هو متكون من الاليمنت بتاعته او لا. هو متكون من الاكسجين، والاكسجين ده اليمنت، ما عنديش مشكله. طب السي او ده اليمنت؟ لا، ده اسمه كومباوند. طب انا عرفت ازاي ان ده كومباوند؟ هعرفك، بس دقيقه بالظبط وهعرفك. فده معناه ان الدلتا اتش بتاعت المعادله ما ينفعش تساوي الدلتا اتش فورميشن بتاعت السي او 2. ليه؟ علشان ده كومباوند، والكومباوند يعني متكون من حاجه اصلا. فده معناه ان هو كمان ليه دلتا اتش اوف فورميشن، يعني ده ليه وده ليه وده ملهوش. يعني لما اجي احسب الدلتا اتش بتاعت المعادله دي هقول ايه؟ الدلتا اتش فورميشن، نوزن بس المعادله، ادي 2 واضرب هنا في 2. الدلتا اتش فورميشن بفتح براكت البرودكت ماينس الرياكتنت، بس بالله عليك ال2 دي ما تنساهاش. ال2 ملتبلاي الدلتا اتش اف بتاعت السي او 2 ماينس الدلتا اتش اف. انا اسف شايف ال2 دي نزلها زي ما هي في الدلتا اتش اف بتاعت السي او بلس الدلتا اتش اف بتاعت الاو 2. فيها مشكله؟ انا بعمل برودكت ماينس الرياكتنت وبنزل الكوفيشنت اللي جنبها، فدي ما ينفعش، ده غلط. وهنا دي تبقى بزيرو. هي ليه دي بزيرو؟ عشان ده اليمنت. اي اليمنت بزيرو. طب انا عايز اعرف الاليمنت، اعرفه ازاي يا معلم؟ تعالى بص يا معلم، اي سبستانس في الكون بتتكون من حاجات صغيره اسمها موليكيولز او موليكيول، ايا كان نطقها ايه مش فارق معايا. بص يا صديق، الموليكيول ده ممكن يا اما يكون في اتوم واحده، يا اما 2 اتومز زي بعض، يا اما 2 اتوم مختلفين عن بعض. يبقى يا اما اتوم واحده، يا اما 2 اتوم زي بعض، يا اما 2 اتوم مختلفين عن بعض. اوكي، ما عنديش اي مشكله. قال لك في حاله ان هو اتوم واحده او 2 اتوم زي بعض بالظبط بقول عليهم اسمهم element. طب في حاله ان هي 2 مختلفين بقول عليهم اسمهم compound. لو 2 مختلفين او اكتر بقول عليهم اسمهم compound، يبقى ليها دلتا اتش اف. طب هل الاليمنت ليهم دلتا اتش اف؟ لا، الدلتا اتش اف بتاعتهم بزيرو. طب ايه هم الاليمنت؟ عرفني بيهم يا معلم. تعال اعرفك اللي هم متكونين من 2 اتوم زي بعض، اي 2 اخوات. ايه هم الاثنين اخوات اللي احنا عارفينهم؟ لو انت متابعني من الترم الاولاني هتعرف ان الداي اتوميك او الاثنين الاخوات اختصرناهم في كلمه اسمها Cl2O2H2 Br2 I2 N2 F2. اختصرناهم في كلمه اسمها كله بينف. Cl2O2H2 كله خلصناها. بينف Br2 I2 N2 F2 كله بينف. هذا النطرد. اتمنى ما كنتش في اي حاجه صعبه. اي حاجه غير دولت، اي حاجه غير الاثنين الاخوات دولت
يبقى لو واقف لوحده، لو واقف لوحده حاجه زي الان ايه مثلا، واقف لوحدها صح؟ الان ايه واقف لوحدها، طالما واقف لوحدها تبقى اليمنت. الدلتا اتش اف بتاعته بزيرو، او 2 كل ده بزيرو. الاف اي واقفه لوحدها بزيرو. طب الكومباوند اتش سي ال مثلا، اف اي سي ال 2 مثلا، اف اي سي ال 3 ان اتش 4. حاجتين مختلفين عن بعض اصلا، فيها مشكله بشوتنا. طب لو جيت قلت لك يا ولا بص، لو جيت قلت لك ان 2 بلس او 3 يدينا ان 2 او 3، هل الدلتا اتش بتاعت المعادله ده السؤال تساوي الدلتا اتش اف بتاعت الان 2 او 3؟ تعالى اقول لك. بص يا معلم، شرط ان الدلتا اتش تساوي الدلتا اتش بتاعت المعادله تساوي الدلتا اتش اف بتاعت الان 2 او 3، شرطها ان هي تتكون من الاليمنت بتاعتها. هل دي متكونه من الاليمنت بتاعتها؟ تعالى نبص. النيتروجين ده اليمنت N2. طب الاو 3 اليمنت او لا؟ ثانيه واحده، انت قلت لي الاو ده من كلمه كله بينف، فده معناه ان هي O2. الاو 2 ده اسم الاليمنت. طب الاو 3 اسم اليمنت؟ لا، ده اسم كومباوند. الكومباوند ده اسمه ايه؟ اسمه اوزون. مش عليك، فده كومباوند، فما ينفعش يكون الدلتا اتش تساوي الدلتا اتش فورميشن. حد عنده اعتراض؟ لا. هل في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ اتمنى يكون لا. هو لغايه ان شاء الله يعني يكون لا. هنقعد نحل دلوقتي، بس عايز قبل ما نحل عايز اقول لك على حاجه او اجمع لك دماغك شويه. لا، او قبل ما اجمع لك دماغك برضه، معلش عشان في حاجه نسيت اقولها. ايه حوار الهيت اوف فورميشن؟ بيجي يسالك كده بالظبط. بيدي لك 4 دلتا اتش بتوع 4 مواد. حلو، 4 دلتا اتش، يقول لك مين فيهم مور ستيبل. طب ثانيه واحده، بص يا معلم، هناخدهم واحده واحده. دلوقتي لو التفاعل بتاعي اندوثيرميك، يعني انا عشان اكون ماده، الماده دي امتصت طاقه، يعني طاقتها زادت صح؟ اندوثيرميك يعني انا امتصيت طاقه، خدت طاقه، الطاقه بتاعتي زادت، بقيت مهايبر. هو اي حد لما بيبقى عنده طاقه بيبقى مهايبر ولا مش مهايبر؟ بيبقى مهايبر، بتلاقيه كده بيقعد يور صح؟ بالذات اللي اي حد واكل السكريات الكلام ده كله. يعني انا لو خدت طاقه ببقى مهايبر يعني انستيبل. خدت طاقتي زادت يعني بقيت انستيبل. فيها مشكله؟ لا. يبقى اندوثيرميك انستيبل. يبقى الدلتا اتش فورميشن لو بالبوزيتيف يبقى انستيبل. طب لو انا خرجت الطاقه، اطلعي بره يا طاقه، انا خسرت طاقه، يبقى انا كده ايه؟ اكزوثيرميك يعني بطلع طاقه، اكزوثيرميك بطلع طاقه، اكزوثيرميك بخرج طاقه، اكزوثيرميك بخرج طاقه، اكزوثيرميك بخرج طاقه، اكزوثيرميك بخرج طاقه، بخسر الطاقه، بخسر ما بقاش عندي طاقه، ما عنديش طاقه ان انا اعمل حاجه، بقيت ستيبل مستقر. بص نايم صح؟ يبقى لو جاب لي دلتا اتش 4 دلتا اتش مثلا انا بهبد اي ارقام، بوزيتيف 200 او بوزيتيف مثلا 100 او بوزيتيف مثلا، او انا اسف نيجاتيف مثلا 100 او نيجاتيف 200. دول 4 دلتا اتش، دلتا اتش 1، دلتا اتش 2، دلتا اتش 3، دلتا اتش 4. تمام. مين فيهم الماده الموست ستيبل؟ مين فيهم الماده الاكثر ستيبل؟ اكتر ستيبل يعني اكتر واحده خرجت طاقه. انت هنا يا ابني مخرج طاقه قد ايه؟ مخرج 200. طب هنا يا ابني مخرج قد ايه؟ مخرج 100. نيجاتيف يعني انا مخرجت، انا والله ما ماس، انا مش ماس، انا خرجت 200. نيجاتيف يعني خرجت، طلعت 200 طاقه. طب هنا طلعت 100 بس، فانا هنا ذا موست ستيبل. فيها مشكله؟ طب هنا يا باشا انا كسبان 200، بص كسبان 200، يعني هنا انستيبل. طب افرض جاب لي معادلتين، المعادله الاولانيه اهي والمعادله الثانيه اهي، وقال لي ان الدلتا اتش بتاعت الرقم ده ببوزيتيف مثلا 200 او مثلا نيجاتيف مثلا 300، وهنا الدلتا اتش بكام؟ بالنيجاتيف مثلا 500. مين فيهم المعادله او مين فيهم اللي الكيمياء تحب تشتغلها، المعادله الاولانيه ولا المعادله الثانيه؟ بص يا معلم، الكيمياء بتحب تطلع الحاجه الموست ستيبل. يعني انا احب انتج حاجه تكون مستقره، اكيد مش هنتج حاجه مثلا انستيبل. يعني مش هروح اصنع حاجه الحاجه دي بتطير بسرعه،
انتوا فاهمين الفكره ازاي؟ مش هروح اصنع حاجه بتطير بسرعه، بتتفكك بسرعه، تتحرق بسرعه. الناس تحب تصنع الحاجه اللي ستيبل. فمين فيهم اللي ستيبل اكتر؟ اللي خرج 500 ولا اللي خرج 300؟ اكيد 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 اللي خرج 500. يبقى انا المعادله دي الكيمياء هتحبها موت. بص لاف فيها مشكله يا باشا؟ حد وقعني في حاجه؟ حلو. تعالى جمع لك دماغك بقى في السريع كده وبالله عليك، في السريع والله. الكيو يعني ايه كيو؟ كوانتيتي اوف الهيت. كيو يعني كوانتيتي اوف الهيت، كيو يعني كوانتيتي اوف الهيت، كيو يعني كوانتيتي اوف الهيت. كوانتيتي اوف الهيت يعني كميه الحراره، كوانتيتي اوف الهيت يعني كميه الحراره. تمام. انا عايز احسب الكيو. اعرف ازاي في السؤال ان هو عايز الكيو؟ مبدئيا الكيو دي قانونها ام في سي في دلتا تي. طب اليونت بتاعتها بالجول. لو هستخدم القانون ده فاليونت يبقى بالجول، لو هستخدم القانون ده يبقى اليونت يبقى بالجول. لو هستخدم القانون ده ام في سي في دلتا تي، ام في سي في دلتا تي. الام ده وزن الحاجه، السي السبيسيفيك هيت بتاعتها. يعني ايه سبيسيفيك هيت؟ افكرك بيها. سبيسيفيك هيت يعني كميه الطاقه اللي الماده بتحتاجها علشان تعلى 1 ديجري. كميه الطاقه اللي الماده بتحتاجها عشان تعلى 1 ديجري. فيها مشكله؟ طب انا اعرف ازاي بقى يا استاذ في المعادله؟ يا استاذ مشتولي، يا استاذ مشتولي، اعرف ازاي بقى في المعادله ان هو عايز الكيو؟ بص يا معلم، لو جه قال لي احسب لي الهيت او كلمه انرجي released or absorbed ده معناه ان هو عايز الكيو. وطالما عايز الكيو يبقى القانون بتاعها كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي. هي لها قانون تاني بس اتقل على الرز يعني عشان يستوي. يبقى خلاص ده اسمه الهيت. يا اما لو قال لي هيت calculate the heat released or absorbed، او لو قال لي calculate the energy released or absorbed، فده معناه ان هو عايز الكيو. طب هعرف ازاي ان هو عايز الكيو تاني؟ لو قال لي calculate quantity of الهيت، دي بقى كلمه صريحه بقى. quantity of الهيت of مش عارف ايه absorbed او released، كلمه quantity of الهيت. او لو قال لي calculate amount of the heat، the amount of the heat released or absorbed، released او absorbed. في حاجه صعبه يبقى القانون بتاعها كيو بتساوي ام اف سي في دلتا تي. اليونت بتاعتها جول بس. طب لو قال لي انا عايز الدلتا اتش، تعالى بقى يا معلم واحده واحده مع بعض عشان في هنا حته مهمه. الدلتا اتش قانونها بتساوي نيجاتيف كيو على ان. بس خلي بالك بقى الدلتا اتش لازم تبقى بالكيلو جول، وطالما الدلتا اتش لازم تبقى بالكيلو جول فده معناه ان الكيو بتاعتنا لازم تبقى دي، لازم هتبقى بالكيلو جول. يعني انت بعد ما بتستخدم قانون الكيو بتساوي ام في سي في دلتا تي بالجول، هتحولها من جول لكيلو جول عن طريق ان انت تقسم على 1000. فيها مشكله؟ لا، اتمنى يعني يكون لا. طب الان قال لك دي حاجه اسمها نمبر اوف المول. قانون النمبر اوف المول الماس على المولر ماس، الام على المم، الام على المم. واول ما اقول لك مولر ماس تقول لي بص على الاقواس، هتلاقي اقواس مديها لك في السؤال. اعرف ازاي ان هو عايز دلتا اتش في المعادله؟ بص يا معلم، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيقول لك كالكوليت اللي تشينج ان الهيت ريليزد اور ابزوربد. اهو يقول لك كالكوليت اللي تشينج، اهم حاجه كلمه تشينج دي، ان الانثالبي، انثالبي يعني دلتا اتش. او هيقول لك غير الانثالبي، ممكن يقول لك غير الانثالبي الهيت كونتنت. فده كله معناه ليه نفس المعنى. ده معناه ان هو عايز دلتا اتش، يبقى الانثالبي هي الدلتا اتش. يبقى كالكوليت اللي تشينج ان الهيت ريليزد. خلي بالك لو شلت كلمه اللي تشينج ان الهيت ريليزد، لو شلت كلمه اللي تشينج ان وسبت الهيت ريليزد اور ابسوربد، فده معناه ان هو عايز الكيو. اول ما تحط اللي تشينج فده معناه ان هو عايز الدلتا اتش. خلي بالك بقى في الحته دي عشان الحته دي ايه، بص رايقه. بص يا معلم، لو جه قال لي انا عايز الستاندرد هيت اوف، سواء بقى كان سوليوشن او دايليوشن، الكلام ده احنا خدناه المره اللي فاتت،
او combustion او formation، او لو قال لي calculate المولر heat of نفس الاربع حاجات دول بالظبط، solution او dilution او combustion او formation، فده معناه ان هو عايز الدلتا اتش لل1 مول او الدلتا اتش نود لل1 مول من الماده، لل1 مول من الماده. يبقى ستاندرد هيت اوف سوليوشن او دايليوشن او كومبشن او فورميشن، او كلمه مولر هيت اوف السوليوشن او دايليوشن او كومبشن، فده معناه ان هو عايز الدلتا اتش نود. هي ايه الدلتا اتش نود ديت؟ دلتا اتش وفوقيها دوريه كده صغنونه، تمام؟ ايه الدوريه الصغنونه ديت؟ ده معناه ان هو عايز الدلتا اتش لل1 مول، او طالب الدلتا اتش لل1 مول، او مديلك الدلتا اتش لل1 مول. يبقى الدلتا اتش نود ده معناه الدلتا اتش لل1 مول. لو هو مديها لك برقم فده معناه ان الدلتا اتش بتاعت ال1 مول، لو جبت 1 مول مثلا من الماده ودوبتها فهيطلع لي قيمه كذا، لو خففته طلع لي قيمه كذا، لو كومبشن حرقته يطلع لي قيمه كذا. في حاجه صعبه؟ خد دي سكرين شوت، خد دي سكرين شوت، وخد دي كمان سكرين شوت بعد اذنك. يلا نبدا نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا نركز مع بعض، هنحل مع بعض كتير. عايزين نبقى كده مع بعض. المهم بيقول لك if the heat of the combustion. بص معلش انا هتحسك معاك شويه، انا اسف طبعا، بس انا هتحسك معاك شويه في قرايه الاسئله يعني بطريقه ممله شويه عشان نفهم السؤال. الفرق ما بين الترم الاولاني والترم الثاني، الترم الاولاني انا كنت بعلمك طريقه تحل بيها، لو شفت السؤال بالطريقه الفلانيه تحل بالطريقه دي، لو شفت كلمه مثلا واحده في السؤال بالطريقه دي تحل بالطريقه دي. الترم ده عايز فهم للسؤال، فمعلش انا اسف، انا هتحسك في الاسئله شويه، يعني هتكلم ببطء شويه، تمام؟ وهترجم كل كلمه. المهم if the heat of the combustion، واحده if the heat. بتحبوا لون ايه؟ ازرق؟ لا ازرق، ما بحبش الازرق. ماشي خلاص ازرق، اخضر، خليها ازرق عشان ما حد يحوش. if the heat of the combustion، يعني ايه heat of combustion؟ يعني الدلتا اتش سي، لو حراره يعني الدلتا اتش سي وفي ال1 مول. heat of combustion يعني الدلتا اتش وفي ال1 مول، يعني الدلتا اتش لل1 مول اللي هي اسمها ستاندرد هيت اوف combustion. وفي الايثانول از كذا، يبقى الدلتا اتش نود سي تساوي نيجاتيف 1.367 كيلو جول بير مول، ده لل1 مول. write the thermochemical equation which expresses this reaction. عايز احرق، اعمل ايه؟ يبقى C2H5OH، احرق يعني احط عليها اكسجين، تدي لك حاجتين CO2 ومعاها H2O. اوزن يا معلم. هو قال لي ايه؟ انا حرقت 1 مول. هل هو قال لي حرقت اكتر من كده؟ لا، قال لي حرقت 1 مول، فده لازم يبقى 1 يفضل ثابت ما بيتغيرش. عدد الكربون دايوكسيد اهو، اكتب جنبها 2. عدد الهيدروجين عد، ادي 5 وفي هنا واحده يعني 6. اضرب هنا في كام؟ في 3. احنا اتفقنا الميه نص عدد الهيدروجين. عندي كام اكسجين؟ 1 هنا اهو بلس. انا قلت لك ده مش هيتغير، بالله عليك ما بلعبش في ده، والله العظيم حرام ما ينفعش. بلس نقط يدي لك كام اكسجين؟ ادي 2 في 2 ب4 وزود عليهم 3. 2 في 2 ب4 وزود عليهم 3 يعني كام؟ 4 زائد 3 7. 1 زائد كام يدينا 7. 1 زائد 6 يعني الاكسجين الاوتو دي المفروض تبقى 6. اضرب كام في 2 تبقى 6؟ اضرب 3 في 2. تمام خلاص ماشي، انا ما عنديش اي مشكله. انت كده وزنت المعادله الحمد لله والدنيا ظبطت وزي الفل وجميله خالص خالص خالص. لو سبتها كده هتبقى غلط. ليه لو سبتها كده هتبقى غلط؟ معلش سامحني بس ننضف الشكل مش اكتر. لا ماشي. لو سبتها كده هتبقى غلط. ليه؟ عشان انا قلت لك لازم، عشان طالما قال لي ثيرمو كيميكال ايكويشن يعني لازم تكتب الدلتا اتش بتاعتها. الدلتا اتش بكام يا باشا؟ الدلتا اتش سي نود نيجاتيف 1.367 كيلو جول بير مول.
طب تاني حاجه، ده اول بوينت يا معلم والحمد لله خلصناها. يا ولا عيب يا ولا ايه ده؟ مش مهم والله انا اسف. تاني حاجه، تاني بوينت بيقول لك calculate the energy released. يعني ايه energy released؟ energy released انا لسه قايل لك من شويه في الحاجات اللي انا قلت لك خدها سكرين شوت او اكتبها. هي Q. احسب لي Q from the complete combustion of 100 جرام of الايثانول. يعني انا جبت 100 جرام من الايثانول ده حرقته. لما احرقهم الكيو طلعت لي بكام؟ طب صلى على النبي. هنا في 1 مول من الايثانول صح؟ ال1 مول عشان يتحرق طلع لي قد ايه دلتا اتش؟ الرقم ده. يبقى ال1 مول علشان يتحرق طلع لي القيمه دي من الدلتا اتش 1 نيجاتيف 37 كده صح؟ دلتا اتش دي الدلتا اتش تمام. يبقى ال 100 جرام هيدينا قد ايه دلتا اتش؟ دلتا اتش مش كيو، انا بجيبها دلوقتي دلتا اتش. افهمك ليه دلوقتي. ده بالجرام وهنا بالمول. هل ينفع اعمل كروس؟ قال لك لا. لا ليه؟ لازم التو يونتس يبقوا زي بعض. خلاص ال 100 جرام دي هقسمها على ال 100 جرام دي، ده ماس صح؟ هقسمه على مولر ماس يبقى 1 مول. الماس هقسمه على مولر ماس يبقى انا كده جبت النمبر اوف المول. طب السي 2 اتش 5 تعرف تحسب لي المولر ماس بتاعتها؟ تعال نحسبها على جنب. مولر ماس بص على الاكواس اهي يا معلم. عندي كام كربون؟ 2. وزن الكربونه الواحده ب 12 يبقى 2 في 12 مولر ماس يعني وزن ال1 مول من الماده. بلس 5 هيدروجين الوزن الواحده بواحد. بلس 16 بلس 1. ماشي يا معلم. 2 في 12 ب 24 وزود عليهم 5 29. 2 في لا هنحسبها على الاقل. 2 في 12 زائد 5 زائد 16 زائد 1 46. يعني الرقم ده طلع بكام يا معلم؟ 46. خلاص يبقى النمبر اوف المول احسبها ازاي؟ بص خلاص بقى شلنا كلمه جرام بقى هتتحول لنمبر اوف المول. فيها مشكله؟ يبقى ال 100 اوفر ال 46 طلعت لي ب 2.17. ال 2.17 دي هضربها في الراجل ابن الناس ده بعد كده اقسمه على 1. خلاص يعني الدلتا اتش طلعت لي والرقم ده اهو في نيجاتيف 1307 طلع لي بنيجاتيف 2841.3. لو في اختيارات ما تروحش تختار. ليه؟ عشان الرقم اللي انا جبته ده دلتا اتش. طب انا عايز الكيو اعمل ايه؟ اعكس الاشاره. عايز الكيو اعمل ايه؟ اعكس الاشاره. بالله عليك لو جبت الدلتا اتش وعايز الكيو اعكس اشارتها بس تبقى بوزيتيف 2841.3. طب انا ليه بعكس الاشاره؟ عشان السؤال اكيد هيجي في دماغك. بعكس الاشاره عشان القانون بيقول لي ان الدلتا اتش بتساوي نيجاتيف كيو على ان، يعني الدلتا اتش عكس الكيو في الاشاره. حاجه صعبه في السؤال ده؟ لا ده سؤال مقالي غالبا مقالي، يعني انا بهبد بس غالبا مقالي. تعال نخش على اللي بعديه. بيقول لك يا معلم what is the total energy released. energy released دي يعني كلمه انا شفتها قبل كده. التوتال انرجي ريليز دي ثانيه واحده. توتال انرجي ريليز يعني هو عايز الكيو from the combustion of a mixture. حرق خليط. الخليط ده متكون من 100 جرام اوف البيوتان و200 جرام من الاوكتان. الراجل عايز ايه يا ابني؟ يعني هو دلوقتي عندي 100 جرام من حاجه اسمها C4H10 وعندي حاجه تانية اسمها 200 جرام من حاجه اسمها C8H18. والراجل على جنب السؤال مديني الهيت اوف كومبشن بتاعتها. بالله عليك لا تركز في الحته دي. الدلتا اتش سي بالكيلو جول بير جرام، يعني كل جرام انا بحرقه بيطلع لي الكميه دي من الدلتا اتش. كل جرام انا بحرقه بيطلع لي الكميه دي من الدلتا اتش. حد عنده اعتراض؟ قال لك لا. خلاص ماشي. يعني انت قصدك ان الواحد جرام من البيوتان لما بحرقه بيطلع لي قد ايه دلتا اتش؟ نيجاتيف 49.7. يبقى ال 100 جرام هيطلع لي قد ايه دلتا اتش؟
نفس الحوار الناحيه الثانيه. الواحد جرام لما بحرقه بيطلع لي قد ايه دلتا اتش من الاوكتان؟ نيجاتيف 47.9. يبقى ال 100 جرام اكس. خلاص ماشي يا باشا، اعمل مقص. الرقم ده اضربه في ده، الرقم ده اضربه في ده. اللي انا هجيبه ده ايه؟ ده الدلتا اتش. هل هو عايز الدلتا اتش؟ لا، هو عايز الكيو. خلاص ماشي، اضرب الرقم ده. يبقى هنا نيجاتيف 497. احنا ايه في 100 صح؟ 0 0. لا 0 واحده واحده 2. ماشي واحده بس. 0 واحده. ده الدلتا اتش، دي الدلتا اتش. طب انا عايز الكيو، اعكس الاشاره اعكس الاشاره اعكس الاشاره. انت كده جبت الكيو. ماشي، يبقى بوزيتيف 4970. طب هنا الاكس ثانيه واحده، دي هنا 200 جرام مش 100 جرام، انا اسف. يبقى 200 جرام ملتبلاي نيجاتيف 47.9 تطلع النيجاتيف 5. ده اسمه دلتا اتش. طب هو عايز الدلتا اتش؟ لا، ده هو عايز الكيو. الكيو عكس الاشاره، يبقى بوزيتيف 9580. ثانيه واحده، دي كميه الحراره اللي خرجت من البيوتان، ودي كميه الحراره اللي خرجت من الاوكتان، ودي كميه الحراره اللي خرجت من الاوكتان. اجمع الاثنين على بعض، اجمع الاثنين على بعض، يبقوا الاثنين كده، يبقوا الاثنين على بعض. اجمع دي واجمع دي، الاثنين على بعض هيبقى كده. ده اسمها التوتال انرجي ريليزد. فيها مشكله؟ اجمع الاثنين على بعض. 4 9 7 0 زائد 9 5 8 0. اهي يا معلم الاجابه رقم دي. في حاجه صعبه؟ في حاجه صعبه يا باشا؟ ان شاء الله لا. طب نخش على السؤال رقم 3. بص بقى يا معلم، calculate the mass of الجلوكوز. احسب لي الوزن بتاع الجلوكوز which is burned to raise the temperature of 100 gram of الووتر. احسب لي وزن الجلوكوز which is burned to raise the temperature اللي حرقته عشان ارفع درجة حرارة 100 جرام من المية من درجة حرارة 20 لدرجة حرارة 25. نعتذر غلط مطبعي. ومديني ان الجلوكوز حطيت عليه اكسجين يعني حرقته، طلع لي قد ايه دلتا اتش. اهي يا معلم، الواحد مول لما بيتحرق بيطلع لي الكميه دي من الطاقه، وده المولر ماس، وده المولر ماس بتاع الجلوكوز. طب صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، الراجل جاب شويه جلوكوز، اشرحها لك كده على جنب بسيطه. شويه سكر وولع فيهم، ولما ولع فيهم طلع حراره، النار طلعت صح؟ سخنت بيها ميه. الميه دي كانت وزنها قد ايه؟ كانوا 100 جرام يا معلم. درجه حراره الميه كانت 20 بقت 25. ده اللي حصل بالظبط. هو بيقول لك بقى احسب لي وزن الجلوكوز اللي طلع اللي اتحرق. احسب لي وزن الجلوكوز اللي اتحرق. حرقت الجلوكوز، طلع لي نار، النار دخلت الميه، سخنت الميه من 20 ل 25. احسب لي وزن الجلوكوز اللي اتحرق. طب ثانيه واحده، هي كميه الحراره اللي دخلت الميه قد ايه؟ الكيو بتساوي ام في سي في دلتا تي لايه بالظبط؟ دي للميه. الام في السي في الدلتا تي للميه. فيها مشكله يا باشا؟ ماشي، ده ووتر يا باشا. الماس بتساوي 100 جرام ملتبلاي السي بتاعت الميه ب 4.18 ملتبلاي الدلتا تي 25 ماينس ال 20. فيها مشكله؟ لا. طب تعالى نحسب الكيو بتاعت الميه، الحراره اللي دخلت للميه، يبقى 100 ملتبلاي ال 4.18 تايم 25 ناقص دي ب5 تطلع ب 2090 جول. لا احنا اتفقنا لو استخدمنا كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي ده كده بالجول، ده كده بالجول. طب انا هعمل ايه تاني؟ هو الراجل مديني معلومه عن الجلوكوز. الدلتا اتش سي بتاعت الجلوكوز بالقيمه دي، حرقت 1 مول من البتاع دي بكده. طب ما هي الدلتا اتش بتساوي نيجاتيف كيو على ان، مش الكيو اللي طلعت من الجلوكوز لما اتحرق هي اللي دخلت للميه. يعني هي نفس الكيو، يعني هي نفس الكيو صح؟
خلاص يبقى النمبر اوف المول بتاعه الجلوكوز، ما هي دي الدلتا اتش بتاعه الجلوكوز، يعني الان هتساوي نيجاتيف كيو على الدلتا اتش، هتساوي الكيو بكام يا باشا؟ الكيو احنا لسه حاسبينها ب 2090 جول. طب ما هي الدلتا اتش قانونها بالكيلو جول مش بالجول، الدلتا اتش قانونها بالكيلو جول مش بالجول، يعني انا لازم احول الجول اللي انا طلعته ده لازم احوله لكيلو جول عن طريق ان انا اقسم على 1000. اقسم على 1000 يعني هتطلع لك ب 2.09. الرقم ده جه منين؟ انا قسمت على 1000 عشان احوله من جول لكيلو جول. فل يا باشا؟ فل. على الدلتا اتش، الدلتا اتش بكام؟ نيجاتيف، هنا في نيجاتيف نيجاتيف 2808. احسب يا معلم، يبقى نيجاتيف 2.09 divided by 2808 طلعت عندي ده الان النمبر اوف المول 7.4 ملتبلاي 10 ذا باور نيجاتيف 4 مول. طب هل انا عايز النمبر اوف المول؟ لا، ده انا عايز الماس بتاعت الجلوكوز. طب ما قانون النمبر اوف المول بيقول لي ايه؟ بيقول لي ماس على مولر ماس، والمولر ماس بتاع الجلوكوز ب 180. خلاص ماشي، يبقى انا هشيل المولر ماس واعوض عنها ب 180. يبقى اضرب ال 180 في الرقم ده يا ابن الناس، الماس بتاع الجلوكوز طلع لك 7.4 ملتبلاي 10 ذا باور نيجاتيف 4 ده كده اهو تايم 180. طلع لك بكام يا مدير؟ بص يا معلم، طلع لك ب 0.1، ده مش تشويس ماشي، طلع ب 0.1332. يبقى الماس وزن الجلوكوز اللي انا حرقته، الوزن اللي انا حرقته طلع لي بكام؟ 0.1332 جرام. صعب شاطنا؟ حد عنده اعتراض؟ اتمنى يكون لا يعني. خلاص حلو، نخش على السؤال اللي بعده. knowing that، السؤال يعني knowing that، بمعرفة أن the change in the heat content which تصطحب يعني accompanies، ولا مش اسمها ايه، المهم the combustion of 8 جرام، اللي change in the heat content يعني الدلتا اتش اللي بتطلع مع احتراق 8 جرام من الحاجة اسمها البروبين أو البروبان in the excess amount of الأكسجين بالرقم ده. حرقت البروبان، تمام؟ حرقت البروبان، لما بحرق 8 جرام بيطلع لي الكمية دي. لما بحرق البروبان اللي تشينج ان هيت كونتنت بالكمية دي، يعني ال 8 جرام من البروبان الدلتا اتش بتاعتهم بكام؟ بنيجاتيف 422.49. حلو. What is the standard heat of combustion؟ أنا قلت لك من شوية، لا إله إلا الله، أنا قلت لك من شوية الستاندرد هيت اوف كومبشن ده معناه إن هو عايز الدلتا اتش لل1 مول، الدلتا اتش نود اللي هي لل1 مول. أنا عايز لل1 مول، يعني أنا هنا الواحد مول بيطلع كام؟ هي دي الترباية. صعبة؟ لا، هنا بالجرام ما ينفعش، يبقى اللي تحت يبقى بالمول. خلاص بالجرام يبقى اقسم على المولر ماس. المولر ماس بتاع البروبين او C3H8 اعرف احسبه. انا عندي كام سي؟ عندي 3، يبقى وزن الثلاثة 3 في 12 بلس 3 في 12 ب 36. زود عليهم ال8 هيدروجين، يعني 8 36 وزود عليهم 8، لا انا فاشل في الحساب قوي. ماشي 44 يبقى 8 على ال 44 يا معلم 44 يعني. دي مش ماينس عشان محدش يقول لي هي ماينس. 44 فيها مشكلة؟ دي كده بقت بالمول. خلاص ماشي، اعمل بقى مقص ده ملتبلاي ده ديفايدد باي الرقم ده. بص يا معلم، يبقى نيجاتيف 422.4 تايم ال1 ديفايدد باي ال8 اوفر ال 44. تمام؟ ال8 اوفر ال 44 دي كلها على بعضها حاجه واحده،
بالله عليكم كلها على بعضها حاجه واحده. ها طلعت لي الرقم في الاخر بالرقم بالظبط، طلع لي نيجاتيف 23.2. السبعة دي مكتوبة غلط معلش، فدي 0.2. صعبة؟ لا ان شاء الله لا. يعني نخش على السؤال اللي بعده. نخش على اللي بعده. بسم الله. هانت حلينا ربع عدد الأسئلة بس. سؤال رقم 5. magnesium react with oxygen form magnesium oxide. المغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين بيكون لي حاجه اسمها magnesium oxide according to the equation. واداني معادله. المعادله بتقول لي ال 2 ام جي لما تفاعل مع الاكسجين اداني دلتا اتش سي بتاعتها بكذا. صعبه؟ لا. طب باشا وات از ذا انرجي دايجرام؟ الرسمه. انرجي دايجرام يعني هو عايز رسمه which represents the standard heat of the combustion. standard heat. يا نهار ابيض. يعني هو عايز الدلتا اتش لل1 نود للنود يعني لل1 مول. الدلتا اتش النود يعني لل1 مول. فيها مشكله؟ تعال نحسب يلا. هو انا هنا كان كام مول؟ ال2 ام جي صح؟ مش هم 2 ام جي صح؟ 2 ام جي يعني 2 مول. ال2 مول بيطلعوا لي الكميه دي دلتا اتش 1 نيجاتيف 202. يبقى ال1 مول يطلع قد ايه؟ اقسم على الاثنين هتطلع. يبقى الدلتا اتش بكام يا باشا؟ نيجاتيف 600 وغالبا 1. انا بهبط بس قشطه. ده الدلتا اتش اللي طلع. طب هل هو عايز الدلتا اتش؟ لا، ده هو عايز الانرجي دايجرام. الرسمه هي مش الدلتا اتش بالنيجاتيف. طالما بالنيجاتيف تبقى اكزو، وطالما اكزو يعني الرسمه جايه من كلمه اكزيت، وانت لما بتنزل من اي عماره بتبقى نازل لتحت. فانا هرسم الرسمه كده اهو وكده اهو، وهنا هكتب الاتش، واللي على الشمال بيبقى البرودكت، واللي على اليمين تحت بيبقى الرياكتنت. وهنا نيجاتيف 601. او مش لازم تكتب نيجاتيف، عادي اكتب 601. 601 وهنا زيرو. 601 وهنا زيرو. نزل. طب معلش هنا الرياكتنت صح؟ هو ايه؟ هنا الرياكتنت اللي فوق، اللي على الشمال رياكتنت، واللي تحت برودكت. فهو هيجيب لك اختيارات. هي الرسم اصلا السؤال ده كان اختيارات، بس هو هيجيب لك اختيارات. انت هتختار الاجابه دي اللي فيها 601 ونازله. ما ينفعش تختار اللي فيها 1202 عشان ال 1202 دولت للاثنين مول مش للواحد مول. ها صعبه؟ لا. تعال نخش على اللي بعده. السؤال What is the equation which represent a reaction whose delta H equals the standard heat of the formation؟ مين في دولت بيمثل الستاندرد هيت اوف فورميشن؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا باشا، هي ستاندرد يعني مين في دولت الهوز دلتا اتش ايكوال الدلتا اتش اوف الستاندرد هيت اوف ايه؟ فورميشن. احنا اتفقنا عايز تجيب الستاندرد هيت اوف فورميشن، يعني انا بكون برودكت، والبرودكت ده بيتكون من العناصر بتاعته الاساسيه. الاليمنت بتاعته مش بيتكون من حاجه اسمها، بيتكون من حاجه اسمها الاليمنت. خلاص ماشي. طب بص السي او 2 هو قال لي انا عايز اول حاجه الستاندرد هيت اوف فورميشن، يعني هو عايز الدلتا اتش لل1 مول. هو عايز المعادله اللي تمثل الدلتا اتش لل1 مول. هل ده 1 مول يا ابن الحلال؟ لا ده 2، فدي غلط. ده مبدئيا 2 سي او 2 ده غلط. انا عايز ستاندرد هيت اوف فورميشن، يعني انا بكون 1 مول اصلا. طب هنا تعالى يا معلم N2 هنا N2O3 فعادي دي صحيحه مفيش فيها مشكله لغايه دلوقتي. طب ال N2 ده نيتروجين، متكونه من النيتروجين فعلا. N2 ده إيليمنت عادي. طب ال O3 هل في حاجه اسمها O3 ولا ال O في صوره الإيليمنت اسمه اكسجين او O2؟ هو اسمه O2 ما اسموش O3. O3 ده الاوزون، فده غلط. ما ينفعش تختار الاجابه دي. تعال نبص على C. CH4 هل ده إيليمنت؟ لا ده كومباوند متكون من حاجتين. طب ال HCE ده حاجه اسمها زينون او زينون ايا كان نطقها، والاثنين F2 ودي 2 F2 ودي 2 F2. ده إيليمنت وده إيليمنت
وكون لي كومباوند، والكومباوند ده عباره عن 1 مول، فهي دي المعلومه الصح، هي دي الصح. فيها مشكله يا باشواتنا؟ حد واقع مني في حاجه؟ لا، اتمنى كلها يعني، اتمنى. السؤال اللي بعده. ماشي يا سيدي. بيقول لك in the following reaction ال H2S بلس 4F2 تدينا 2HF زائد SF6، واداني الدلتا HF بتاع كل element فيهم، او كل كومباوند فيهم. by using the values of the standard heat of the formation. استخدم القيم ديت in the following table. what is the change in the heat content. هو عايز الدلتا اتش بتاعت الرياكشن كلها. طب ما هو مش مديني الدلتا اتش فورميشن؟ طالما مديني الدلتا اتش فورميشن يا ابن الناس، يبقى انا هروح اجيب الدلتا اتش. قانون الدلتا اتش فورميشن ايه؟ الاتش فورميشن بتاعت البرودكت ماينس الاتش فورميشن بتاعت الرياكتنت. البرودكت كان عندي 2 اتش اف، يبقى اضرب الاثنين في الاتش فورميشن بتاعت الاليمنت اللي اسمه اتش اف بلس، لسه البرودكت ما خلصش، الاتش فورميشن بتاعت، هل في رقم جنب الاس اف 6؟ لا، الاتش فورميشن بتاعت الاس اف 6. اقفل عليهم براكت ماينس، افتح براكت تاني. ده خلاص البرودكت خلص، خش على الرياكتنت. الاتش 2 اس في جنبها رقم؟ لا، يبقى الاتش اف بتاعت الاتش 2 اس بلس 4 اف 2، الاربعه في اتش اف بتاعت الاف 2. فؤاد ناصح قال لي يا استاذ خد هنا يا استاذ انا قفشتك. قلت له في ايه؟ قال لي ده الاف 2 ده اليمنت، انت ازاي تكتب له الاتش اف؟ مش انت لسه قايل لي من شويه ان الاتش اف بزيرو بتاعت اي اليمنت؟ ما هي الاتش الاف 2 ده باليمنت يعني دي بزيرو يا استاذ. والله بزيرو، ورب الكعبه بزيرو. خلاص اعوض بالارقام، الاثنين اضربها في الاتش اف بتاعت الاتش اف نيجاتيف 273 بلس الاس اف 6 بلس نيجاتيف 1220. اقفل عليهم براكت ماينس، افتح براكت تاني. ده بقى اتش 2 اس بنيجاتيف 21. انا كده الرقم اللي يطلع لك عليه اختاره، وان شاء الله يطلع صح معاك. بالله عليك اختار الاجابات صح، بالله عليك اختار الاجابات صح، يعني احسب صح، ما تنساش نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا اي حاجه، ما تنساش. خش على بعضه، نخش على بعضه. السؤال ده بقى ايه؟ ركز معايا فيه عشان ده سؤال خبيث شويه. بص يا معلم، خلينا متفقين اتفاق. بص يا معلم، ايه الاتفاق؟ خلينا متفقين اتفاق. الكربون بلس الاكسجين انا بولع في الفحم او جرافيت، اسمه جرافيت او بولع فيه، هيديني CO2 صح؟ طب ما هي الدلتا اتش كومبشن ان انا احرق الفحم، الدلتا اتش كومبشن ان انا احرق الفحم تساوي الدلتا اتش فورميشن بتاعت CO2. مش فاهم، مش انت حرقت الفحم طلع لك CO2؟ طب ما هي CO2 دي اتكونت من الاليمنت بتاعتها الاساسيه اللي اسمها الكربون واسمها اكسجين. ماشي، طب ما انت حرقت يعني في دلتا اتش سي. طب ما انت برضو يا استاذ كونت يعني في دلتا اتش اف. ما هو الاثنين بيساووا بعض. الدلتا اتش سي حرق الكربون هو بيساوي تكوين الايه؟ السي او 2. يعني لو جاب لك الدلتا اتش سي بتاعت الكربون هي بتاعت الاف، هي بتاعت الفورميشن بتاعت السي او 2، هي الفورميشن بتاعت السي او 2. فيها مشكله يا باشا؟ يبقى الاحتراق بتاع الكربون، ونفس الحوار بالظبط في الهيدروجين. الهيدروجين H2 بلس O2 يدي لك H2O، يبقى الدلتا اتش كومبشن بتاعه الهيدروجين تساوي الدلتا اتش فورميشن بتاعه ال H2O. تعالى بقى نرجع للسؤال. يا رب اصلا يكون ده السؤال عشان انا مش فاكر هو ولا لا. غالبا هو مش مهم، حتى لو مش هو مش مهم. انا شرحت حته تانية مش مهم. ثانيه واحده نتاكد بس. هو ده السؤال اللي انا خلاص والله نحل ده. يلا
هرجع للتمرين دلوقتي. بيقول لك اداني معادله the following equation represents the formation of the butane gas from its constituent. كون لي حاجه اسمها البيوتان من المركبات الاساسيه اللي هي الكربون والهيدروجين، واداني ان الدلتا اتش سي بتاعت الهيدروجين كيلو جول بير مول عادي خالص، ما فيش فيها اندهاشه، انا بس باكد لك على البتاع. حرقه الكربون قيمته بكذا، حرقه الهيدروجين قيمته بكذا، حرقه البيوتان قيمته بكذا. فيها مشكله يا باشا؟ حلو. طب ما صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو عايز يعرف ايه بقى؟ احسب لي الدلتا اتش اف بتاعت البيوتان، احسب لي حراره التكوين بتاعت البيوتان. طب ما هو هنا مديني حراره الاحتراق، مش انت لسه قايل لي يا استاذ ان الدلتا اتش سي بتاعت الكربون هي بتاعت تكوين السي او 2؟ طب ما انت حرقت مين؟ انت حرق مين يا باشا؟ انت حرقت ده. مش هو هنا بيقول لك الدلتا اتش سي بتاعت السي 4 اتش 10 اتحرقت؟ احرق يا باشا سي 4 اتش 10، حط عليها اكسجين، هيدي لك 4 سي او 2 بلس 5 اتش 2 او. هي دي المعادله اهي، صح؟ معادله الاحتراق بتاعت دي الدلتا اتش سي بتاعتها بالقيمه دي، الدلتا اتش سي بتاعت معادله الاحتراق بتاعت دي اهي، يعني الدلتا اتش بتاعت المعادله كلها اهي. فيها اي مشكله؟ الدلتا اتش بتاعت الاحتراق بتاعت دي اهي، بتاعت المعادله كلها. طب خلاص ماشي، ثانيه واحده. بسم الله. انت قايل لي ان دي فورميشن ودي فورميشن، الكومبشن بتاع الكربون هو الفورميشن بتاع السي او 2. فيها مشكله؟ تعال فاضي دي عشان تبقى شايف. يعني هنا هشيل الدلتا اتش سي واحط مكانها للكربون والهيدروجين بس، هتبقى دلتا اتش اف. هي دي الدلتا اتش اف، دلتا اتش اف. فيها مشكله؟ خلاص احسب الدلتا اتش. انا عندي والله العظيم عندي بتاعت الكومبشن نيجاتيف 2877 تساوي البرودكت ماينس الرياكتنت. انا عندي 4 صح؟ يبقى 4 اتش اف بتاعت البرودكت اللي هي السي او 2 بلس الاربعه بلس، انا اسف مش 4، 5 اتش اف بتاعت ايه يا باشا؟ قال لك الاتش اف بتاعت الاتش 2. فيها اي مشكله؟ الاتش 2 ايه؟ الاتش 2 انا اسف الاتش 2 فيها مشكله يا باشا؟ يعني دي بتاعت السي او 2 ودي بتاعت الاتش 2 او، فيها مشكله؟ اقفل عليهم براكت ماينس الرياكتنت بقى سي 4 اتش 10، يبقى الاتش اف بتاع السي 4 اتش 10 بلس الدلتا اتش اف بتاعت الاو 2 كده هي اصلا بزيرو فملهاش لازمه، فهتقفل عليها، هتقفل عليها وخلاص، خلصت على كده. سيبك من البلس دي ملهاش اي لازمه. في حاجه صعبه دلوقتي؟ اتمنى اكون لا اعوض بالارقام. خلاص ماشي. اعرف اجيب دي لوحدها؟ والله اعرف اجيب دي لوحدها. لا مش دي، انا اسف، هو عايز دي. اعرف اجيب دي لوحدها؟ اعرف اجيب دي لوحدها. فيها مشكله؟ اجيبها ازاي يا باشا؟ اعوض يا باشا بالارقام. السي او 2 4 في ثانيه واحده، 4 في الرقم ده، يبقى 4 في النيجاتيف 394 بلس 5 في نيجاتيف 286 ويقفل عليهم براكت ماينس اللي هو الاتش اف بتاعت الاتش 2 او بتاعت اللي قصدي السي اي 4 اتش 10. تمام. وهنا الرقم ده بالقيمه دي. تعرف تجيب السي 4 اتش 10؟ انا اعرف اجيبها عادي خالص. السي 4 اتش الاتش اف بتاعت السي 4 اتش 10 هتروح هنا بالبلس، ودي هتروح مكانها هناك بالبلس برضه، عشان هي بالنيجاتيف هتروح هناك بعكس الاشاره. اعرف احسبها على الاله؟ اعرف احسبها على الاله. حاول احسبها على الاله، لو ما عرفتش ابعت لك حلها. فل. تعال نخش على السؤال اللي فيه. تعالى هنا يا معلم، ده سؤال هبل والله في اللذيذ كده. بيقول لك calculate the standard heat the change in the standard heat enthalpy of الميثين combustion. احسب لي الدلتا اتش بتاعت الميثين. المعادله قدامك اهي. تمام. ومديني الدلتا اتش فورميشن بتوع الثلاث حاجات دولت، مش مديني بتاع الاو 2. ليه بقى مش مديني بتاع الاو 2؟ عشان ده بزيرو. خلاص سهله.
الدلتا اتش بتاعت المعادله بتساوي الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت. ما تنساش تحط الارقام اللي جنب الحاجه. خلاص ماشي. السي او 2 رقمها بكام عندك في الدلتا اتش اف بتاعتها؟ رقمها بنيجاتيف 393.5 بلس 2 في افتح براكت الاتش 2 بكام يا باشا؟ بنيجاتيف 285.85. اقفل عليهم البراكت ماينس الميثين. عايز الميثين. الميثين عندك بكام يا باشا؟ رقمه بكام قصدي؟ نيجاتيف 74.6. تعرف تحسب يا باشا؟ قالتك الجميله. خش في السؤال. الارقام قدامك اهي. بالله عليك ما تنساش اي نيجاتيف اي بوزيتيف اي نقطه اي فسفوسه بتطلع رقم غلط. فيها مشكله؟ ان شاء الله لا يعني. نخش على السؤال. سؤال رقم 10 بيقول لك arrange the compound illustrated in the table descending order من كبير. descending order يعني من كبير لصغير. according to thermal stability. يعني ايه thermal stability؟ يعني الاستقرار الحراري. الحاجه بتاعتنا مستقره حراريا. مين فيهم اكتر واحد استقرار؟ يليه مين يعني اللي بعديه. مين في دولت عنده اكتر استقرار؟ ثانيه واحده. اكتر استقرار يعني اكبر رقم بالنيجاتيف. اكتر استقرار اكبر رقم بالنيجاتيف. النيجاتيف عندي ليست لها قيمه الا ان هي تعرفني الحاجه بتاعتي هي اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك. اكتر حاجه مستقره اكبر رقم بالنيجاتيف. مين اكبر رقم بالنيجاتيف هنا؟ الاتش اف نيجاتيف 271. يبقى الاتش اف اكبر حاجه ستيبل. يلي مين الرقم الكبير اللي بعده؟ نيجاتيف 92 اللي هو الاتش سي ال. يلي مين؟ الاتش اي. لا الاتش اي انا اسف الاتش بي ار نيجاتيف 36. يلي الاتش اي. ده ديسندنج اوردر من كبير لصغير. مين اكبر حاجه ستيبل؟ البتاع ديت. ليه هي اكبر حاجه ستيبل؟ اكتر حاجه بتخرج حراره هي اكتر واحده ستيبل. اقل حاجه او ولو كسبت حراره كتير، لو انا كسبان حراره كتير فده معناه ان انا انستيبل. فيها مشكله؟ خش على السؤال اللي بعده. which of the following equation expresses بتوضح the chemical reaction that actually happens. مين في دولت بيحصل بجد؟ تمام اديني معادلتين. سيبك من المعادلتين. knowing that معرفة ان الهيت اوف فورميشن. يعني ايه هيت اوف فورميشن؟ حرارة التكوين بتاعت ال SO2 جاز. هي فين ال SO2 جاز اللي اتكون في المعادلة هنا؟ اهو. حرارة التكوين بتاعته نيجاتيف 296.83 عند ذات اوف ال SO3 وبتاع التكوين ال SO3 بالرقم ده بنيجاتيف 359. فيها مشكلة؟ قال لك لا مفيش اي مشاكل. حد له اعتراض؟ قال لك لا. خلاص ماشي باشا. ال SO3 الدلتا اتش بتاعتها بنيجاتيف 296. ده هنا بنيجاتيف 395. مين فيهم اللي الكيمياء تحبه اكتر؟ اللي يطلع طاقه اكتر. كل ما تطلع طاقه اكتر كل ما احبك اكتر. كل ما تطلع طاقه اكتر كل ما احبك اكتر. خلاص ماشي. يعني الكيمياء بتفضل مين هنا؟ هتفضل اللي يطلع طاقه كتير اللي هي المعادله الاولانيه. بس كده. فهي المعادله الاولانيه. هختار المعادله الاولانيه. هكتب له المعادله الاولانيه الدلتا اتش بتاعتها بكذا. الكيمياء بتحبها. بس يا سيدي. حاجه صعبه؟ في حد واقع مني في حاجه؟ ان شاء الله لا. خش على السؤال اللي بعده. هانت والله. شكل الدبوس والله. اسئله سهله اهي بتخلص بسرعه. بيقول لك the opposite table shows the values of the heat of the formation. مديني heat of formation بتاع مادتين. ماده اسمها A وماده اسمها B. ومديني الرقم ده ومديني الرقم ده. which of the following represents this compound. مين في دولت بيمثل الكلام ده؟ بيمثل مين في دولت؟ اختار واحده. بيقول لك بس او تعالى نقرا الحاجه. ال HF الطاقه بتاعت B نيجاتيف 156. يعني خرج طاقه كتير صح؟ وهنا خرج طاقه قليله. طالما ده خرج طاقه كتير يبقى ده موست ستيبل. يبقى اللي فوق انستيبل. خلاص ماشي. البي از مور ثيرمالي ستيبل. حراريا هو مستقر زي الايه. ودي معلومه صحيحه. والله العظيم يعني وقعت عليها بالصدفه. مش محتاج احرق في الفادو دولت. فيها مشكله؟ البي از مور ستيبل زي الايه. تعال نشوف السؤال ده.
which of the following equation represent the a combustion reaction؟ مين في دولت بيمثل الكومبشن رياكشن؟ مين في دولت بيمثل الاحتراق؟ مين في دولت بيمثل الاحتراق؟ يعني ايه احتراق؟ يعني انا بحط على حاجه اكسجين تطلع لي CO2 تطلع لي H2O. مين في دولت بيطلع لي CO2 H2O؟ ثانيه واحده، هل دي طلعت لي CO2 H2O؟ لا. طلعت لي CO2 H2O؟ لا. طلعت لي CO2 H2O؟ لا. طلعت لي CO2 H2O؟ اه. طب اسالك سؤال بقى انا سوسيتي كده، السؤال بس مختلف عن السؤال ده. ايه السؤال؟ بص يا معلم، ايه رايك لو جيت قلت لك which of the following equation مثلا represent the standard heat of combustion؟ ستاندرد يعني 1 مول، يعني انا لازم ابقى حارق 1 مول. يعني لو هحرق فنفترض مثلا، هنفترض اي واحده في دورات احتراق، هنفترض ان كلهم بيتحرقوا، لازم هنا يكون في 1. طالما قلت لك ستاندرد يبقى لازم يكون في 1. فيها اي مشكله؟ ده بس عشان لو جاب لك، يعني لو اتخابس عليك وجابها لك. بالله عليك الستاندرد والمولر هيت يعني الاثنين بنفس المعنى. What is the hydrocarbon which upon the combustion؟ يعني مين في الهيدروكربون ده لما بحرقه it yields يعني ايه؟ يعني بيطلع produce، بينتج equal number of moles of both carbon dioxide gas وايه تاني يا باشا؟ والووتر. مين في دولت لما بحرقه بيطلع لي نفس الكميه بالظبط من الCO2 والH2O؟ الC2H6. الC2 الكربون فيها 2 صح؟ ما احنا اتفقنا عدد الكربون هو عدد الCO2. عدد الكربون هو عدد الCO2. طب عدد الهيدروجين؟ لا، لو عدد الهيدروجين نصه عدد الميه. لو قسمته على 2 بقى كده عدد الميه. فيها مشكله؟ يعني هنا ال2 ده هيطلع لي 2 CO2. طب وال6 هتطلع لي قد ايه H2O؟ هتطلع لي 3 بس H2O. هل الاثنين دول بيساووا بعض؟ لا. طب هنا ال3 هتطلع لي 3 CO2. طب ال8 هتطلع لي 4 H2O. طب هنا يا باشا ال4 هتطلع لي 4 CO2. طب ال8 هيطلع لي 4 H2O. ايه ده؟ يعني الاثنين دول زي بعض؟ يبقى الاثنين بيطلعوا لي نفس السيم نمبر اوف مولز، السيم نمبر اوف مول. فيها مشكله يا باشواتنا؟ ان شاء الله لا، ما فيش اي مشاكل. تيجي نخش على السؤال رقم 15. تعال نخش على السؤال رقم 15. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا معلم، if the change is the heat content، لو اللي change الهيت content accompanied the combustion of 8 جرام of بالقيمه دي. غالبا السؤال ده حليناه، غالبا حليناه. المهم الدلتا اتش بتاعت ال8 حليناه، غالبا حليناه فوق. خلاص نخش على السؤال اللي بعديه. خش يلا. according to the following equation، المعادلات دي مديني 4 وقود، 4 انواع من الوقود. ده المولر ماس بتاعته بكذا وبيدينا كذا. المولر ماس بتاع ده بكذا وبيدينا الدلتا اتش بتاعته بكذا، حراره الاحتراق بتاعته بكذا، وده يدينا الماس بتاعته بكذا وحراره الاحتراق بتاعته بكذا. نفس الحوار. المهم what is the fuel which is produced the highest amount of thermal energy؟ مين في دول بيطلع لي اعلى thermal energy when 1 gram of it combust completely؟ مين في دول بيطلع لي اعلى كميه لما بحرق 1 جرام منه؟ تمام. مش انا ده عندي 16 جرام بيطلعوا لي كده، يبقى ال1 جرام بيطلع لي كام؟ يبقى خلاص 16. ال 16 جرام بيطلعوا لي الكميه دي، يبقى ال1 جرام هيطلع لي قد ايه؟ خلاص ماشي، هقعد اقارن بقى. 16 بيطلع لي الرقم ده -880، يبقى ال1 جرام هيطلع لي قد ايه؟ اكس. فيها مشكله؟ لا. طب نفس الحوار الناحيه الثانيه، 46 بيطلع لي القيمه دي، يبقى ال1 جرام هيطلع لي قد ايه؟ ال 44 بيطلعوا القيمه دي، يبقى الواحد بيطلع لي قد ايه؟ طب هنا ال100 بتطلع القيمه دي، يبقى الواحد بيطلع قد ايه؟ اكبر رقم يبقى هو ده. نعمل مقصات وبس كده يا معلم. هل في حاجه صعبه في السؤال؟ ان شاء الله يكون لا. بص يا معلم السؤال اللي بعديه بيقول لك the released heat from the reaction، القيمه دي المعادله ديت حرقت حاجه اسمها CS2، اداني ايا كان الحاجات اللي مدهاني، والدلتا اتش بتاعتها بالرقم ده.
is the heat of ده ايه؟ هو ده انا حرقت ولا ده عملت ايه؟ هل طلع لي CO2H2؟ لا. طب هو عملت ايه؟ هل هنا طلع لي CO2H2؟ طالما ما طلعش CO2H2O يبقى ده كده انا ما حرقتش. يبقى انت كده عملت ايه؟ انا كونت مين طيب؟ كونت ال SO2. يبقى ديت الفورميشن اوف ال SO2. بس كده. نخش على السؤال اللي بعده. In which reaction is the change in the heat content equal to the standard of formation؟ مين في المعادلات دي بتمثل الستاندرد هيت اوف فورميشن؟ مين في دول تتكون؟ صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. باشا هي CaO اتكون. هو قال لك ستاندرد صح؟ ستاندرد يعني ايه؟ انا قلت لك ستاندرد يعني لازم ال1 مول، فما ينفعش ده يتكون ولا ده يتكون. ليه؟ عشان ده 2 مول وده 2 مول. فيها مشكله؟ لا. طب هنا ده 1 مول وده 1 مول. طب تعالى نبص على واحد بقى. 3 Mg ده element؟ element. يبقى ده معانا عادي. ال N2 element وهنا في 1 مول. ايوه يبقى هو ده الاختيار. يبقى هي دي المعادله اللي تمثل الستاندرد هيت اوف فورميشن. كونت 1 مول من الاليمنت بتاعته الاساسيه. طب ده كان element؟ لا ده كومباوند. فيها مشكله؟ ان شاء الله لا. تعالى يا معلم نبص على اخر سؤال. يقول لك in the opposite figure in the opposite graphical figure can not represent the change in the standard enthalpy. مين في دولت يعني مين في الاختيارات اللي عندك ديت لا تمثل المعادله اللي قدامك دي، لا تمثل الرسمه اللي قدامك دي. يعني الرسمه اللي قدامك دي تمثل ايه بالظبط؟ نسال السؤال الاول. هو الكومبشن الدلتا اتش بتاعته بتبقى بالنيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بتبقى بالنيجاتيف. يعني اكزو ولا اندو؟ يعني اكزو. يعني الرسمه طالعه نازله لتحت، قصدي انا اسف، الرسمه نازله لتحت. بص الرياكتنت اهو، ده برودكت، ده نازل. هو بيقول لك مين في دولت دي مش رسمته. مين في دولت دي مش رسمته. فيها مشكله؟ لا. خلاص يبقى دي اكزو. لا دي اكزو اصلا، رسمه اكزو. احنا عايزين حاجه اندو، يبقى مش كومبشن. طب الفورميشن عادي، انا ممكن اكون الحاجه دي تبقى اكزو، مفيش اي مشكله، فدي برضو مش هينفع. طب الهايدريشن يعني ايه هايدريشن؟ فاكر في السوليوشن او الديزولفنج لما انا كنت بقول لك الميه اولا الملح بيتفكك والميه بتتفكك بعد كده بيرجعوا يرتبطوا ببعض. مرحله الارتباط دي ان هم يعملوا بوند مع بعض دي اسمها هايدريشن. فدي كانت لو فاكرين دي كانت اسمها الهايدريشن انرجي اللي هي الدلتا اتش 3، ودي كانت قيمتها بالنيجاتيف. ليه قيمتها بالنيجاتيف؟ عشان لما باجي اكون بوند كانت بتبقى بطلع الطاقه اللي جوايا، يعني هي نيجاتيف، يعني هي اكزو، فدي ما ينفعش. حتى لو انت مش عارف يعني ايه هايدريشن يفكس لها. طب ايفابوريشن، ببخر حاجه. هو انت عشان تبخر شويه ميه تعمل ايه؟ لازم تسخن يعني انت اللي بتدي لها الطاقه، يعني هي اندو. يبقى هي دي الحاجه الوحيده اللي غلط. يبقى هي دي الحاجه الوحيده اللي ما تخصش الايه؟ الرسمه. فيها مشكله؟ ان شاء الله لا. اتمنى تكون فاهم فهمت الدرس، واتمنى يكون الحل ده كفايه. ولو مش كفايه حل انت مع نفسك اكتر وابعت لي وانا هجاوبك ان شاء الله. تمام؟ اتمنى اكون فهمت يا معلم. ولو في اي مشكله ابعت لي على جروب التليجرام، هتلاقيه تحت في الديسكربشن. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.